مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عامله لكم فيديو لطيف لذيذ قصير علشان البنات اللي بيخرجوا ومش بيحبوا يحطوا ميك اب كتير. انا شخصيا مش بحب احط ميك اب خالص، بس احيانا بضطر علشان بقى الصور وكده. انتوا اكيد بتضطروا لاسباب اخرى، يعني المهم ان احنا كلنا بنضطر والاسباب هي اللي بتتعدد. فخليني اقول لكم بسرعه الحاجات اللي انا بحطها. هي مش كتير خالص، انا بس بحط باودر تحت العين، وبختار دايما باودر تبقى ميكس ما بين الباودر والفاونديشن. الكفر بتاعها بيبقى حلو جدا 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 زي ما انتم شايفين. بعد كده هحط البلاشر. بختار لون تان لان انا مش بحب الحاجات اللي على بينك. دايما بنعمل كده علشان الوش يتسحب، مش عارفه هتاخدوا بالكم ولا لا، بس اول ما بنحط البلاشر بالزاويه دي الوش بيتعمل كده شويه. اوكي، نحط هنا شويه وهنا شويه. ممكن بقى بنفس لون البلاشر نعمل كده، بس خلاص. بعد كده بقى يعني اللي حابب اخر خطوه بعملها ليبستيك ولا ليب جلوس؟ ليب جلوس فور ايفر. كده انا خلصت ميك اب. الموضوع سهل وبسيط، والله سهل وبسيط جدا. في بقى ناس احيانا ممكن تحب تحط ايه، شويه كحل، يعني مش هيقول لا. اهو خلاص خلصنا. ايه بقى الحوار؟ مفيش حوار، هو ده الميك اب. في بنات كتير جدا بيحطوا طبقات طبقات طبقات، هما بيأذوا بشرتهم. يعني هو على قد ما نقدر لازم نخفف الميك اب علشان يبقى شكله ناتشرال ومبين ملامح وشك. يعني انا قبل البلاشر يعني نفسي اخد لكم صوره قبل وبعد. انا فعلا ما خدتش 3 دقايق، بس في الاخر الميك اب شكله ناتشرال. بشرتي باينه، لا حطيت فاونديشن ولا حطيت حاجه، اهو حطيتش. والبلاشر ادى الواجب، والكومباكت باودر بالنسبه لي اخف من الكونسيلر، لان الكونسيلر بحسه بيعمل طبقه بيبين قوي الخطوط اللي تحت العين. يعني بصوا انا لو بصيت فوق مش هتلاقوا حاجه باينه خالص. يعني الكومباكت باودر بحسها لذيذه قوي قوي وطبيعيه ومش بتبان. كل ما بنقلل الميك اب انا بحس ان بشرتي بتتنفس احسن. الصيف بيبقى حر، الدنيا بتبقى ملزقه اصلا وحر جدا الصبح، فيعني على قد ما نقدر كل ما نخفف الطبقات بتاعه الميك اب كل ما هنحس ان احنا بشرتنا فريش اكتر وشكلها احلى. يا رب تكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي اسئله يا ريت تسيبوها لي تحت في الكومنتس، وانا هحاول ارد عليها في اسرع وقت. لو عندكم اسئله في اي حاجه تخص الميك اب، تخص حاجه تانية، عايزين اعمل لكم اي فيديوهات عن اي حاجه تانية جايه، قولولي وانا هعمل كده. طبعا انا بحب اتواصل معاكم على طول، ولو في اي سؤال او اي حاجه سيبوه تحت في الكومنتس. بحبكم قوي. باي باي.